السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرات الأربعة لحسبنا الله ونعم الوكيل. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان في هذه الدنيا محتاج إن هو يعيش في رعاية الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل مش بنقولها فقط لما بنتظلم، أبدا احنا بنقولها بنوكل ربنا سبحانه وتعالى، وهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. بنوكله أن يتولى أمرنا ويدبر لنا كل شؤون حياتنا. تخيلوا حضراتكم لما فاطر السماوات والأرض الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، لما هو سبحانه وتعالى الذي يتولى تدبير كل أمور حياتنا، كيف تكون حياتنا؟ عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نشعر بشعور الاحساس بان سبحانك يا رب الانسان معتصم بالله، متوكل على الله، لا يستعين الا بالله. اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى حد فيكم جرب قبل كده الشعور الكفاية إن هو يستكفي بالله سبحانه وتعالى؟ فالمولى عز وجل يقول فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ لو حد ظلمك، لو حد ظلمك، لو كنت ضعيف أو لو كنت ضعيفة، أو لو كان واحد فينا مغلوب على أمره ومالوش حد في الدنيا، ما له إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا بقى لما ربنا يتولى أمور حياتنا ويدبر حياتنا، شوف هينصرنا إزاي وهيكرمنا إزاي، وإحساس في غاية الروعة لما الإنسان يشعر بشعور الكفاية إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكفينا، وهو الذي يدبر أمورنا، وهو الذي يتولى أمرنا سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت الثمرات كما قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 4 كلمات اهي. شوف بقى الثمرات بقى، 4 ثمرات قدام ال4 كلمات. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى 4 كلمات قدامها 4 منح و4 ثمرات، ولذلك اختار تلك الكلمات سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد خليل الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده قلت جربت قبل كده نعمة الكفاية بالله، انك تستكفي بالله او انك تستكفي بالله ولا تحتاجون لأي أحد من البشر بفضل الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إن الإنسان لما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فقد وكل العبد ربه في كل شؤون حياته، فالله هو الذي يتولى أمورنا ويدبر حياتنا سبحانه وتعالى، فتكون حياتنا كلها توفيق وخيرات وطاعة، لأن الذي يدبرها هو فاطر السماوات والأرض. دي كانت الثمرات ال4 باختصار لحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.